نبدأ بنتائج مباريات اليوم، ويوم يعني سخن جدا في كأس العالم، وواحد من البطولات على فكرة القليلة جدا يمكن من أول 2006 اللي كأس العالم من أوله حلو. اداء الفرق كلها يعني انتوا عارفين دايما في فرق كتيره جدا في البطولات المجمعه بتحتاج وقت ان هي يعني تطور من ادائها، وبيبقى الاداء متصاعد من مباراه لاخرى لغايه ما توصل لافضل مستوى ليها في الادوار الثانيه. ولكن الحقيقه كاس عالم قطر 2022 بطوله من اول يوم، من اول مباراه، من اول راوند الفرق معظمها بتقدم افضل مستويات ليها. نبدا بنتائج ماتشات النهارده. اول مباراه الكاميرون وصربيا 3-3 في ملحمه لفريق الكاميرون. عملوا ريمونتادا عظيمه في الشوط الثاني واداء عظيم للمنتخب الكاميروني في الشوط الثاني، ونقطه تحول المباراه ابو بكر المهاجم الكاميروني اللي النهارده نزل كبديل، احرز هدف جميل جدا جدا وصنع هدف عشان تحصل الكاميرون على أول نقطة في كأس العالم بعد خسارة 8 مباريات، وأصبح أبو بكر أول لاعب بديل أفريقي يصنع ويسجل هدف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم. النهارده يعني حصلت قصة، يعني قصة غريبة جدا، وهي قصة أونانا الحارس الكاميروني. النهارده قبل المباراه بساعه وفي محاضره المباراه استبعد اونانا من قائمه كاس العالم للفريق الكاميروني في حادثه تعتبر من اغرب الحوادث اللي انا سمعت عنها في حياتي. لان الاول هستعرض مع حضراتكم بيان الاتحاد الكاميروني اللي يعني بيؤكد أن هناك مشكلة أو استبعاد اللاعب لأسباب تأديبية. وهنا بيان الاتحاد الكاميروني يعني طبعا بيعلم الجميع أنه بناء على قرار سونج المدير الفني للأسود تم إيقاف اللاعب أونانا مؤقتا من المجموعة لأسباب تأديبية. الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والتضامن والتكامل والتماسك داخل المنتخب. الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء مسالمة لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز. يعني أنا سمعت عن استبعاد لعيبة لأسباب مختلفة، سمعت عن أسباب تأديبية، عدم التزام لعيب في المواعيد، عدم التزام لعيب في الوصول للأتوبيس في الوقت المناسب، وكلنا شفنا مواقف كتيرة جدا. استبعاد لعيب لأسباب ممكن لأسباب تأديبية مختلفة. ولكن النهارده سونج استبعد اونانا لان اونانا رفض الامتثال لتعليماته في طريقه اللعب بتاعته. انتوا عارفين ان اونانا ده طبعا حارس الانتر واللي طبعا القادم من اياكس، هو متعود على اسلوب لعب معين مع اياكس، ان هو بيبدا الهجمه من تحت، وان هو في اوقات كتيره جدا بيخرج بره ال 18 بيبقى كانه في وسط المدافعين، كانه مدافع ثالث معاهم. ف زي ما الصوره اللي حضراتكم شايفينها كده، هو على طول يعني بيشارك في اللعب. فطبعا النهارده سونج طلب منه، قال له يعني ايه اللعب ده ما ينفعنيش، انا عايزك واقف في جونك، عايزك ما تطلعش من جونك كتير، وسيب السنتر باكات هي اللي تبدا الهجمه، انا مش محتاجك في الحته دي. ففوجئ برد فعل اللاعب اللي بيقول ان انا طريقه اللعبه دي انا يا اما العب باسلوب لعبي يا اما ما العبش، مش هشارك، مش يعني يا اما العب باسلوب لعبي يا اما مش هشارك. ودي تعتبر ممكن تكون يعني حادثه فريده جدا، اول مره يمكن نشوفها في الكوره، ان اللعيب يعني المدرب بيقول له تعليمات واللعيب بيقول له لا يلعب باسلوب لعبي يا اما لا. ممكن تكون حصلت قبل كده في بعض المواقف اللي ما تمش الاعلان عنها، ولكن النهارده المشكله
يعني تصاعدت بشكل مفاجئ وبشكل كبير، والجميع فوجئ ان الحارس الثاني طبعا ديفيز ايباسي، حارس ابها السعودي، الحارس البديل للمنتخب الكاميروني او الحارس رقم 2، ان هو اللي شارك بشكل اساسي. يعني كل يوم بنشوف حاجات جديده في الكوره، لكن انا رايي ان الاتحاد الكاميروني اتعامل بشكل جيد جدا مع الازمه. البيان بتاع الاتحاد الكاميروني بيان محترم، بيدعم المدرب، بيدعم المدرب عشان يكسب المجموعه. والنهارده الحقيقه رد فعل لاعبي الكاميرون على استبعاد اونانا من الناحيه الفنيه كتقييم فني للمباراه. الكاميرون عندهم مشكله كبيره جدا في الديفنس ونص الملعب. الكاميرون يعني بيلعبوا في مساحه 70 متر في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه، ما عندهمش اي شيب دفاعي، وهم معهمش الكوره. السنتر باكين بتوعهم والباك رايت والباك ليفت على طول بيطلعوا اوت اوف بوزيشن، وبيواجهوا مشكله كبيره جدا لما بيلعبوا اي فرقه متحركه، اي فرقه بتتحرك، لعيبه الثلث الهجومي بيتحركوا كتير. ويعني الكاميرون النهارده عملوا ريمونتادا عظيمه للعوده للمباراه بفضل ابو بكر، ولكن النتيجه ما تساعدهمش، لان الماتش الجاي عندهم البرازيل.